في قمة مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية. الجهة اليمنى وصلت إلى زياش يسدد حكيم، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة إلى ركلة ركنية. شوف الأسماء اللي موجودة على مقاعد البدلاء. الركنية الثالثة لتشيلسي ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أبعدت، لا زالت مستمرة وقائمة. تغيير لاتجاه اللعب، المحاولة إلى من؟ أبعدت من أمام زياش، أبعدت من عندما رفض الخروج. وبعد ذلك نعلم تماما بأن السيتيزن مرتدة للوصول إلى حارس المرمى ستيفان أورتيغا. تغطية من حكيم زياش. جريليتش يبحث عن مساندة إلى بوليسيتش، بعد ذلك عن طريق اللاعب اللي هو حكيم زياش. انطلاقة مثالية جدا وصلت إلى لويس هول. يا سلام يا سلام، الله الله الله. والإسباني ماركو كوريا ظهر في الموسم الماضي لمرة واحدة، كانت في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي. لوفتوس تشيك معها سيمون هوبر يعلن عن نهاية أحداث شوط أول جيد ما بين الطرفين بالرغم من التعادل السلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا أينما كنتم، مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى ملعب الاتحاد هنا في مدينة مانشستر، حيث مواتي الفريقين بنفس الأسماء. يبدأ غوارديولا في هذا الجانب، وفي الجانب الآخر كرة تعود مرتدة، فرصة لأول الأهداف. رياض محرز الآن، لكن كوكوريا في التوقيت المناسب ويبحث بكل تأكيد عن إجراء تبديل في الناحية الهجومية من أجل الوصول إلى المرمى. جريليتش، ميندي يمتلك قدم يسرى قادرة للوصول، يسدد الآن بغاية الرد، وبجواره كما جرت العادة ربما بيبي. كرة بمحاولة ملعوبة، لكن أيضا ستيفان أورتيغا خطيرة جدا عن طريق حكيم زياش، لكن إلى خارج أرضية يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ينطلق لوفتوس تشيك، يتقدم لوفتوس تشيك، لا زالت مستمرة وقائمة من أجل التعادل. يعيد الكرة والمحاولة وصلت إلى حكيم زياش داخل منطقة الجزاء، لا يقدم فيها ما هو منتظر ابدا. بينما هنا اوباميانغ ورحيم ستيرلينج يجلسون. ستيفان أورتيغا يتدخل بتوقيت في غاية الروعة ويبعد الكرة والمحاولة، لكن شوف مرور حكيم مر بشكل جميل جدا المغربي من الجهة. يا سلام على المهارة الرائعة. بعد ذلك التغطية جاءت بأقدام حكيم في تشكيلة فريق تشيلسي. على الزيارة والمشاهدة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.